السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنصايبوا مع بعضياتنا هاد لابيش اللي كتجي غزاله، كتذوب في الفم بلا جيلاتين بلا كريم شونتيي. تبعوني ان شاء الله حتى الاخر، كتجي غزاله وشي حاجه اللي لذيذه وشي حاجه اللي كنصاوبوها كيفرحوا بها وليداتنا. اما المذاق راه غنتمنى انكم تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا. كتذوب في الفم كما قلت لكم بدون شونتي وبدون جيلاتين ان شاء الله. جربوها البنات وردوا عليا. بسم الله. هنا عندي واحد القبيصه ديال الملحه، ضروري البنات شويه الملحه. وغادي نديرو في الجينواز 3 د البيضات. هاد الجينواز اللي كتجي رطبه وهشيشه كما قلت لكم، كتجي غزاله. نتمنى البنات انكم تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم وتعجب الوليدات. وبمقادير اللي كاينه عندنا في الدار، نديرو كاس سنيده او السكر سنيده، ونطربوا البيض مزيان مع السكر سنيده. يمكن لك تطربي بالطرب اليدوي او بالباتور، او يعني باش ما عندك تطربي. غنخدم داك البيض مزيان تيضعف شويه ويتبدل ليه اللون. ونبدا نضيف هنايا عندي تقريبا 4 المعالق ديال الزيت، وحنا كنضيفوه وحنا كنحركو مزيان. وهنايا انا درت القشور ديال الحامض، يمكن لك ديري اي نكهه بغيتي. القشور الحامض راه كيجي المذاق ديالهم زوين في الجينواز، كتجي كتحمق. يمكن لك هادشي كامل تقدري ديريه في الميكسور كاع وهنايا غادي نزيد 2 الكيسان ديال الطحين. هانتوما شوفوا كيضاعف معايا الخليط. 2 كيسان ديال الطحين ديال العنبه. يعني مقادير مضبوطه. وهنايا عندي كيس ديال الفاني. الا تبعتوا الطريقه ان شاء الله غادي تصايبوا الجينواز من اول يعني من اول مره غتصدق لكم زوينه. وان شاء الله تبقاو تصايبوها دائما بسهوله بهذه الطريقه، واقتصاديه في نفس الوقت. يعني كنشريو هاد الحلويات من على برا كيكونوا غاليين، وهذا من الاحسن تصايبوا شي حاجه ديال الدار وشي حاجه اللي كنعرفوا اشنو فيها. وهذا هانتوما شوفوا الخليط وشوفوا القوام اللي كنحصلوا عليه. هنايا انا درت البابي كويسون، راه تبتو بواحد شويه ديال الخليط كما كتشوفوا، باش ما يبقاش يلعب من نبقى نسرح العجينه او الخليط. غنسرحوها. نتوما كما كتشوفوا راه ساهله. يمكن لك تحس بسباتول او باي حاجه عندك، بمعلقه باش ما كان يعني كتخدمي به. انا هكا كنخدم، يعني داكشي اللي عندي كنخدم به في الدار. بالنسبه للكريمه البنات، هاد المقادير اللي غنعطيكم الا درتوهم مضبوطين غتخرج لكم الكريمه من اول مره مزيانه. عندي كاس ديال الزيت وكاس ديال سنيده او سكر سنيده حبيبات. مهم البنات بالنسبه للكريمه انه يكون المقادير مضبوطه. وعندي هنايا كاس ديال بودر شوكولا كما تشوفوا، وكاس ديال الحليب. يعني المجموع كله 4 الكيسان. من بعد ما طربتها البنات هانتوما شوفوا، يعني بسرعه كتطلع. هانتوما شوفوا القوام ديالها كي جا، والمذاق ديالها روعه. ما نقول لكمش البنات كي تجي كما قلت لكم بلا شونتيي بلا جيلاتين، كتحصلي على واحد الكريمه اللي ساهله واقتصاديه. جربوها البنات وردوا عليا. وهنا من بعد ما طابت الجينواز ديالنا هانتوما كتشوفوا راه هي رطبه.
غنسرح عليها الكريمه اللي صوبت معاكم. وبالنسبه للتزيين من الداخل يعني يمكن لك تضيفي على الكريمه شي حاجه، يعني يا اما مكسرات او اي حاجه عندك. يمكن لك كاع تخلي غير الكريمه بوحدها، يمكن لك عاوتاني تضيفي فواكه، يمكن لك تضيفي اي حاجه بغيتي. انا هنايا غندير واحد شويه ديال الكركاع، تيتواتى بزاف مع الشكلاط، كيجي غزال. وهنا البنات انا غادي نروليها بالبابي كويسون اللي انا خدمت به. غندير اللويه الاولى والثانيه، وانا كنجمع هكا غير بشويه باش ما تهرس ليا ما والو. ان شاء الله تصيبوها من اول مره، غتصيبوها مزيان الا تبعتوا المقادير وتبعتوا الطريقه. هانتوما راه كتجي واعره كما قلت لكم. والكريمه اللي بقات ليا انا غادي نزين بها من الفوق كما تشوفوا معايا. راه المذاق روعه، بحال كتاكل ميرونتينا ولا كتاكل شي حاجه، المهم شي حاجه زوينه، شي حاجه المذاق ديالها رائع. وقطعت الجناب ديالها ودخلتها للثلاجه. هانتوما كما تشوفوا الشكل ديالها كي داير. يمكن لكم تخليوها غير هكا، ويمكن لكم ديروا شي اضافات اخرين. هنايا انا غادي ندير الكاوكاو ايفيلي، يمكن لك ديري اللوز او اي حاجه عندك نديروه مع الجناب. تقدري ما ديريهش كاع، راه كيجي زوين. بالنسبه للتزيين راه تيبقى اختياري، يعني داكشي اللي عندك غتزيني به. والمذاق البنات هو اللي كندوي لكم عليه، كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه. بعض المرات كنكونوا غير جالسين هكا باغيين شي حاجه حلوه ولا هذا، غتنوضي ان شاء الله تصايبيها بالزربه وبداكشي اللي عندك في الدار. وهنايا انا غادي ندير عليها، غادي نزيد نزينها بهاد الخطوط ديال الشكلاط والحبيبات ديال الشكلاط بيضين وكحلين، يعني باش يجي باش تجي الشكل ديالها كيجي زوين وكيجي هذا. كما قلت لكم تقدري تخليها غير هكاك، راه الشكل ديالها زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي غزاله خفيفه هشه كتذوب في الفم. نتمنى انكم تجربوها البنات وتردوا عليا. ما تنساوش لايك والاشتراك بالقناه وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم ومع العائله، وفعلوا الجرس ان شاء الله باش يوصلكم الجديد. وجربوها البنات، راه اقتصاديه وبنينه. جربوها البنات وما تنسونيش من لي كومونتير ديالكم الزوينين، والصحه والراحه.